الاخوان، السلام عليكم وتحياتي لكم. سمعوا هذا الشيخ الجزائري كيفاش كيوصف المغاربه وحتى شي واحد ما يسبوا دعوا له هاد بالهدايه. الكلاب حاشا يسمع اللي راهم في المروك يهضروا يقولوا كابرانات الجزائر. الكابرانات راهم طيحوا امبراطوريه امبير. انت بالجينيرالات نتاعك بالطيارات 6 طيارات ما طيحوش، ما بليساوش حتى الطياره بوينغ في السماء، ما بليساوهاش. طلعوا باش يطيحوها ما تهضر على سيادك. لكم مجاهدين رجال عليك. لو كان بفضلهم تحرر المغرب وتحرر تونس وتحرر 13 دولة في كما سمعتوا الاخوان كلام ديالي عن وجه هذا الشيخ. ارجو ان تتحلى بالهدوء والحكمه، ان وصفك للمغاربه بالكلاب هو وصف غير مقبول ولا يليق بشخص في مقامك. تا واحد انسان الشيخ فوق المنبر، خصها تكون عندك واحد شويه د الرحمه وتالف بين القلوب. بس ما تزيدش تعمل البغضاء وتشحن الدعوه وتزيد تشعل العافيه كما كيقولوا. الانسان خصو يتساقي الله، فهمتي؟ اي واحد كيقول لكم شي كلمه لا منكم لا منا، شوف نتوما فيكم المزيان والعين، حنا فينا المزيان والعين. يعني شي واحد الا لقى شي حاجه راه كيوصف بها غير راسو اولا، فهمتي؟ وثاني حاجه راه هادشي هذا كيبقى غير في اطار المواقع، طلعوا علينا ونطلعوا عليكم، ولكن باش تجي انت في المنبر مثلا في الخطبه وتقول هذا الكلام هذا راه كتزيد تشعل الفتنه، وهادشي راه محسوب عليك. والله يهدي الجامع والله يألف بالقلوب. الحاجه وحده اللي غنقولها لك ولا الحاجه الثانيه اللي غنقولها لك، حنا راه كنبقاو خاوه خاوه، احب من احب وكره من كره، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: المسلم اخو المسلم. بلا ما تزيد تنوض فتنه بلا حتى شي حاجه. يعني الا حاول تدخل شي خيطبيه تعمل شويه د الرحمه، تقول شي كلام طيب والف بالقلوب، تراك في واحد المقام زعما حشومه وعيب، تنبغيو نردوا عليك ولا نقولوا شي حاجه كتجي حشومه وعيب. ولهذا كنقولوا الله يهدينا والله يهديك والله يهدي الجميع. وراه حنا كنبقاو خاوه خاوه، وراه ماشي كلشي بحال بحال، فيما مشيتي كاين المزيان والعيان، والكمال لله سبحانه وتعالى. كما العاده الاخوان، الصلاه والرياضه وتهلاو في الوالدين، واللي فيها الخير الله يديرها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.